دايما الطريقة اللي انت بتنظم بيها يومك هي الطريقة اللي انت بتعيش بيها حياتك كلها. بالنسبة لي بحب ابقى شغال intentional، يعني ببقى بعد يومين في فيديو هيخلص، بعد 3 ايام في تسليم في الجزء ده، بعد 4 ايام عندك اشراف على الجزء ده في المشروع الفلاني، وهكذا. ببقى قاصد انا عايز اعمل ايه كل فترة معينة. الانتاجية بالنسبة لي ان انا ببقى بستخدم وقتي بشكل مقصود وفعال. دايما مشكلة اللي بيشتغل لوحده او الطلبة ان انت دايما ما عندكش حد يقول لك التاسكات بتاعت كل يوم ايه، انت هتعمل النهارده، هتعمل ايه بكره، هتعمل ايه بعده. انت حرفيا بتحتاج ان انت تبقى قاصد الحاجه اللي انت بتعملها كل يوم. يا اما هتلاقي نفسك وقعت في دايره ان انت بترياكت على اي حاجه بتترمي عليك وخلاص. النهارده في الجزء ده هيتسلم في المشروع ده، تمام، بكره في استلام هنا، بكره في الرسمه دي، التصميم ده جاي، المونتاج بتاع الفيديو ده هيتعمل امتى. مش مفيش نظام معين، مفيش ترتيب للحاجات. وانا بالنسبه لي اليوم بتاعي بيتقسم لحاجتين: ميكنج ومانجنج. كل الفيديوهات اللي نزلت الفتره اللي فاتت كانت عن جزء الميكنج، ايه الحاجه اللي انا بعملها وبعملها ازاي. ده يعتبر اول فيديو هنبدا نتكلم فيه عن جزء المانجنج. وفي الجزء ده البرنامج الوحيد او التطبيق الوحيد اللي انا بستخدمه هو برنامج نوشن، لان هو بصراحه الافضل واللي انا بستخدمه حرفيا من اول ما ببدا اصحى الصبح. اول حاجه بفتحها البرنامج ده، واخر حاجه بقفلها بالليل هو البرنامج ده. هو البرنامج بشكل عام بيتكون من حاجتين: اكشن ايتمز ونون اكشن ايتمز. وانا هنا مش هشرح الادوات بتاعه البرنامج لان البرنامج يعني مباشر جدا والادوات بتاعته سهله جدا. الفكره كلها ان الادوات البسيطه دي تبقى بتشتغل مع بعضها. علشان كده دايما ان انت تبدا من خلال تمبلتس في البرنامج ده الاحسن وده الحل الافضل ليه. وانا حاليا يعني بشكل تقريبي ادي لي 3 سنين بلس بشتغل على البرنامج ده وبنظم عليه الحاجات اللي انا بعملها. وطبعا كالحال دايما انت بتبدا في البدايه ان انت تشوف تمبلتس تشتغل عليها، والبرنامج اصلا بيبقى جاي مع بلدن تمبلتس كتيره جدا تقدر تجرب فيها زي ما انت عايز، على الاقل في البدايه لحد ما تبدا تتعود على الادوات بتاعته وتعمل تمبلتس خاصه بيك. لان بصراحه انا جربت كل التمبلتس اللي موجوده هنا او اغلبها، يعني كويسه جدا ليك في البدايه. خلينا نتفق ان انت كل واحد فينا دماغه بتشتغل بطريقه مختلفه، والبرنامج ده بيمثل دماغك بتشتغل ازاي. فانت في البدايه استخدم التمبلتس لحد ما تبقى الادوات والاوامر فيه معروفه بالنسبه لك ومتيسره بالنسبه لك. بعدين اعمل التمبلتس اللي خاصه بيك اللي تنفع ليك. دي التمبلت بتاعتي اللي انا شغال عليها، وهتلاقوا اللينك بتاعها لو حد حابب يحملها ويستخدمها. وكل حاجه في التمبلتس هنا يعني كاستمايزابل جدا. انت من اول ما بتدخل الصوره بتاعت الكفر بتاعتك بتغيرها زي ما انت عايز، اللوجو، الايكون بتاعتك، المسمى بتاعك، كل حاجه هنا. طبعا دي يعني ويلكم كده وقتي علشان تفتح نفسك الصبح وانت شغال. جدول درجات الحرارة علشان خاطر لو كان عندك زيارة للموقع او حاجة والجو غير مناسب او الدنيا غير مناسبة، فتبقى عارف الجو هيبقى عامل ازاي قبل ما تروح. الجزء ده وهو مسمى الداشبورد بتاعك او اللوحة اللي بتعرض ليك الحاجة اللي انت المفروض تعملها النهاردة، سواء تاسكات او مشروع انت بتعمله. الكونتينرز اللي بتحتوي على التاسكات بتاعتك او المشاريع بتاعتك متقسمة على 4 حاجات: بروجكت، سبرنت، تاسكس، نوتس. المسمى فيهم ان انت في اكشن ايتمز وفي نون اكشن ايتمز. الاكشن ايتمز مثلا زي البروجكت او السبرنت او التاسكس، دي حاجة بتتطلب منك ان انت تعملها، ان انت تنجزها. النوتس دي حاجة انت بتعملها طبعا نظام اسمه تربل سي او اللي هي كولكت كلاريفاي كالندر، هنشوفه يعني قدام شوية في الفيديو. اول حاجة جزء اللي هو البروجكت، انت لما بتدوس عليه وتدخل هنا انت بتبدأ تضيف المشاريع اللي عندك. انا بالنسبة لي دايما بداية كل شهر او بداية كل اسبوع هي اللي انا ببدأ انظم فيها المشاريع بتاعتي. انا عندي ايه هيتعمل، كام فيديو عايز انزله الشهر ده، المشاريع اللي عندي، الوقت الفاضي، الكتاب اللي بقراه، الحاجة اللي بذاكرها. فالكاتيجوريز هنا او التاسكات اللي هنا: كونتنت ده الفيديو او البوستات اللي بنزلها على الفيس وغيره. ورك اللي هي المشاريع اللي بتكون عليك، مثلا انت عندك مشروع تصميم في المكان الفلاني وكده هنشوف بيتعمل ازاي. استدي الحاجات اللي انت بتذاكرها. وبعدين جزء الماركتنج ونو تاجز. طيب التاجز دي بالنسبه لي لو انا مثلا مقارن ان انا بعمل فيديوهات، وبالرغم ان انا بقول لك ان انا يعني بشتغل على البرنامج علشان ابدا اشوف انا هعمل ايه كل يوم، الا ان انا مش ببدا ابدا في ان انا اخطط للشهر بتاعي او للاسبوع بتاعي او حتى لليوم الواحد على البرنامج على الورق. انا دايما اي بدايه عندي لاي حاجه على الورق، ببدا على الورق بشوف انا عايز اعمل ايه عشان الحاجه تبقى واقعيه قدامك تحت ايدك. بعدين ببدا افلترها على البرنامج هنا على حسب الحاجات اللي انا بعملها. يعني انا مثلا في جزء الكونتنت مثلا الفيديو ده من ضمن الجزء ده، فمثلا الفيديو الجديد اللي انا المفروض هعمله بعد الفيديو الحالي هو الفيديو رقم 26. فانت المفروض بتكتب اسم الفيديو طالما الفكره بتاعه الفيديو لسه ما بقتش في ذهني، فبس بدل فيديو رقم. بعدين ببدا اشوف التاريخ بتاعه، يعني المفروض الفيديو ده هينزل يوم 17 او 18. الفيديو تاني هبدا في يوم 19، من المفترض هخلصه يوم 21 عشان خاطر بيبقوا 3 ايام، يعني يوم السكريبت، يوم الايديت، يوم الببلش.
هنا مثلا بتدوس على دي، فانت بتبدأ يفتح لك التاسك ده بشكل منفصل. مثلا عايزين نكبر الشاشة بتاعته، وببدأ أضيف التاسكات بتاعتي فيه. يعني أنا عامل يوم من يوم 19 ليوم 21، ببدأ أخلي السكريبت كتاسك لوحده، وببدأ أخلي الإيديتنج تاسك لوحده، وببدأ أخلي الببلشنج تاسك لوحده، لأن كل حاجة منهم بتبقى محتاجة حاجات معاه. فكده البروجكت ككل هو الفيديو التاسكات اللي فيه 3 تاسكات بس، فأنت بتعملهم على حسب. فده مثلا بالنسبة لأول تاسك عندي، أو بالنسبة لأول فيديو عندي، إن أنا الفيديو ده هيبقى من يوم كذا ليوم كذا، المسمى بتاعه وغيره. بالنسبة مثلا جات لك فكرة للفيديو ده هيكون ازاي او العنوان بتاعه، فانت بتدوس من هنا وبتكبر الشاشة بتاعته في نفس الوضع اللي انت كنت عليه، وبتاد نوتس. يعني هنا دي النوتس اللي انت عايز تكتبها. بروجكت ديسكريبشن، اكتب الوصف اللي انت عايزه. شوف انت الفيديو ده مثلا هتتكلم فيه عن ايه، وبعدين ببدأ اكتب هنا. بعدين التاكس بتاعت الورك، ان انت المفروض دي الحاجات الشغل اللي انت بتعمله، سواء اركتكشر او تصميم داخلي. فمثلا في مشروع شغال فيه، يعني المفروض ان انا هبدأ فيه النهارده. خلينا نسميه بشكل عشوائي كده، لحد ما نشوف المشروع المفروض المسمى بتاعه هيبقى ازاي. التسليم بتاعه يعني هو بعد 20 يوم من النهارده المفروض المشروع ده هيكون خلص. فانا مش عايز استنى فتره كبيره وابدا اشتغل في اخر يوم، انا عايز من النهارده ابدا اخلي فيه تاسكات بتيجي عليا، وخصوصا انا عايز اخلصه في اول 10 ايام. وفي الجزء ده انا عارف نفسي ان انا الفكره والتصميم نفسه هما اللي بياخدوا معايا الوقت الاكبر، لكن ان انا اطلع الريندر او اطلع الفينش برودكت من خلال البرامج ده حاجه ما بتاخدش معايا وقت كبير. فمثلا هنبدا في المشروع ده من يوم 16 اللي هو النهارده، ونخلصه مثلا على يوم، ممكن يوم 25، علشان ماشي نخلي فيه مساحه شويه نتحرك فيها، عشان المشروع كبير شويه وهيبقى فيه متابعه في اكتر من بند. ده اتضاف كده عندي كبروجكت. انا عايز ابدا في البروجكت ده، عايز ابدا احط التاسكات بتاعتي. فانا ببدا بتدوس على هنا كده، بتجيلك الشاشة دي بتكبرها، وابدأ احط التاسكات بتاعتي اللي انا هبدأ اشتغل فيها. مثلا في البداية انا اي مشروع هي نفس البروسس اللي احنا شرحناه قبل كده في فيديوهات تانية، ان انا في البداية بدور على كيس ستادي مثلا. ده لازم كل مشروع، مع بداية كل مشروع انت بتعمل زي ما قلنا شحذ لمهاراتك من جديد في ان انت تذاكر كيس ستادي. الوقت بتاع الكيس ستادي، يعني الكيس ستادي بالنسبة لي بحب ان هي تاخد وقت شوية، ماشي ممكن يومين، علشان في حاجات تانية تتنسق في نفس اليوم، فيبقى الجزء متقسم على يومين. ومع الكيس ستادي يبقى في بعدها جزء ان انت بتعمل سكتشنج، عشان ابدا اوقع المقاسات بتاعتي وابدا اشوف الشغل هيتحرك معايا ازاي. ده هنخليها يوم 18، مش محتاج اكتر من يوم مثلا في الجزء ده. وبعدين بعد السكتشنج انت بتشتغل على ال 2D، خليها يوم 19 اليوم اللي بعده على طول، وهكذا طبعا اللي انت بتشتغل عليه. طيب هنا البروجكت كل الاجزاء عندك لو لاحظت في ايقونه هنا، الايقونه دي الجزء ده اللي هو الحاجات اللي احنا لسه ما اشتغلناش فيها اصلا. هنا الحاجات اللي احنا بالفعل شغالين فيها، كل اللي انت بتعمله بتمسك دي كده بتسحبها هنا كده، بقت دي ان موشن. انت المفروض من يعني خلاص بدأت من النهارده تشتغل فيها. اول ما بتخلص مجرد ان انت بتمسك التاسك ده بتوديه هنا كده خلص. عايز توديه في الارشيف، يعني لما بيخلص الشهر خالص كل التاسكات بتروح في الارشيف مثلا، تسحبها على هنا بس. خلاص كده التاسك بتاعك خلص والشهر عدى واتارشف. طبعا مش ده اللي احنا عايزينه، احنا لسه المفروض ان هو في مرحلة البروسيس. وطبعا لو فيه اي معلومات انت عايز تضيف عن المشروع، اي حاجه بتبقى موجوده هنا، بتدوس اديت نوتس مثلا اهو، وتبدا تكتب النوتس اللي انت عايزها. مثلا يوم 13 انت بتكتب مثلا الوصف بتاع المشروع بتاعك هيكون ايه وغيره، وهكذا. طيب ده بالنسبه مثلا للكونتنت والبروجكت وهكذا. طبعا انت بتضيف على حسب، انا زي ما قلت لك ان انا بعمل تاسكات الشهر بالكامل وبعدين بوقعها في الفيديو ده. طبعا دي التمبلتس، يعني الحاجه اللي انا بشتغل عليها مش هينفع تتعرض. بعدين الاستاد الحاجات اللي انت بتذاكرها، والماركتنج خلاص قلناها. لما بيبقى في مثلا حاجه انت مش عارف، يعني على افتراض مثلا المشروع ده ان انت العميل بس تواصل معاك ولسه ما خدناش خطوه في المشروع، فبيبقى مجرد المشروع مكتوب ومعموله كل حاجه فيه، وبنروح واخدينه ونحطه في نو تاجز، علشان خاطر ما يبقاش واخد تاجز معانا ويظهر معايا في الداشبورد.
احنا هنرجع له ان هو مكان المفروض ان هو في الشغل. طيب انا بالفعل المشروع بدات اشتغل فيه، يعني الفيديو ده مثلا لسه هشتغل فيه يوم 19، لكن المشروع ده المفروض ان انا بالفعل هبدا اشتغل فيه وهبدا اعمل فيه المراحل بتاعته. فالجزء اللي فوق ده مجرد بلاننج، انت بس الحاجات اللي انت مخطط ليها مش اكتر. اول ما بتبدا تشتغل في الحاجه بالفعل تاخدها من هنا تحطها في جزء البروسيس. اول ما بقت في جزء البروسيس هتتعرض معانا بره في الداشبورد، هنشوفها مثلا اهي. انت اول ما بتطلع هنا المشاريع اللي هي البلاننج اللي هو الفيديو، ولو كنت ضايف بروجكت واثنين وثلاثة وعشرة في الاربع تاجز اللي احنا قلنا عليهم بيبقوا ظاهرين في البلاننج. انما ان بروجرس هتبص تلاقي المشروع اللي احنا الوحيد اللي احنا وديناه في البروجرس. في التاسك هنا التاسك اللي انت عملته النهارده هو اللي بيظهر لك. ان انا النهارده ما عنديش غير الكيس ستادي، يعني هو جدول يبدو فاضي شويه بس طبعا عشان خاطر الفيديو مش اكتر. دي بشكل اساسي الطريقه اللي انا ببدا احدد بيها المشاريع بتاعتي. يعني دي التمبلز اللي انا شغال عليها، ده الداشبورد بتاعتي اللي انا شغال عليها بالفعل. دي المفروض ان هي التاسكات اللي هتطلع النهارده، ودي الحاجات اللي البلاننج. بس طبعا الحاجات دي مش هينفع تتعرض بشكل عام لان لسه الان موشن. خلينا في التمبلت بتاعتنا. احنا كده بشكل عام البيج بتاعت البروجكت خلصت. ان انت بتعمل المشروع، بتحط التاسكات بتاعته، بتحط المواعيد بتاعته، وكمان بيبقى فيه النسبة المئوية هنا بتاعت المشروع. ان انت خلصت مثلا، يعني انا عملت على الكيس ستادي جت هنا وعملت ان انا خلاص خلصتها، بيبدأ على طول هي هنا ان بروسيس. ده الموشن بتاعتها او الحالة بتاعتها. اول ما بتعمل هي دان فبيبدأ على طول في المشروع بتاعك النسبة المئوية اللي انت خلصتها من المشروع. ودي حاجة بلاها مشجعة في احيانا كتيرة بصراحة. احنا ده لسه بدأناش فيه، المفروض ان هو ان بروسيس ماشي. طيب بعدين يجي دور السبرنت. الحاجة دي هي يعتبر هي المشاريع بس تارجت اورينتد اكتر. يعني دايما بلاقي ان انت لما بيكون عندك تاسك معين مثلا وبتقسمه على حاجات او على فترات او على مهام، بتوصل اسرع او بتوصل بشكل متوجه اكتر. ده فائدة السبرنتس. هي البروجكتس بس بشكل يعني فلسفة مختلفة مش اكتر. هي برضو ان انت بتضيف المشروع بتاعك ايا كان اسمه، الستاتس بتبقى موجودة بتاعته كلها. لو عايز تعمل له تاج لمشروع معين. بس طبعا هنا مثلا خلينا نقول يعني عشان خاطر الفيديو مش اكتر كشكل توضيحي، لو هنقول مثلا ان انا في موديلنج عايز اعمله على السكتش، وهل التاسك ده مثلا او السبرنت ده مرتبط بمشروع تاني ولا لا. يعني مثلا هو لو مش مرتبط بمشروع تاني فخلاص بتسيبه زي ما هو. لكن انا بالنسبه لي السبرنت ده مرتبط بالمشروع بتاع الانتيريور اللي انا هشتغل عليه، فبتبدا تخليه تبع كده بقى هو لينك مع مشروع تاني. دي ميزه السبرنتس، ان انت ممكن تاسك واحد بس تخليه مرتبط باكتر من مشروع. كانت المشكله دايما معايا في قبل كده خصوصا على الورق، ان انت احيانا بيبقى نفس التاسك هو هتعمله في 5 مشاريع، فانت بتضطر تعمل له كوبي في كل مشروع او بتكتبه من جديد في كل مشروع. لكن بالنسبه هنا انت بتكتبه مره واحده وبتوديه ل4 مشاريع، يعني الموضوع بيبقى اسهل بكتير. هنا حددنا التاريخ بتاعه فبدأ يظهر. أول ما حددنا إن الحاجة تاريخها هيبدأ من النهاردة فبتبدأ تتعرض في إن هي التاسكات بتاعت النهاردة. وهنا في فلترز عشان خاطر يبقى الموضوع بيظهر الحاجات اللي أنت هتعملها هنا، بتظهر التاسكات بتاعت النهاردة. طيب النهاردة خلص وجي بكرة، التاسكات دي مش هتتشال من عليك إلا لما تدوس على التشيك اللي هنا عشان خاطر التاسك ده يتشال. احنا لسه ما خلصناهوش للأسف فمش هنشيله. بعدين خلصنا كده البروجكت والسبرنتس، التاسك والنوتس. حاجه بعملها من التليفون اكتر ما بعملها من على الجهاز. هنا في الجزء الاول انت بتشتغل بنظام اسمه من فوق لتحت، انت بتنظم الشهر بالكامل، بعدين بتبدا تقسم الشهر ده عندك بيبقى عامل ازاي. لكن بالنسبه للجزء الثاني اللي هو التاسك والنوتس انت بتشتغل العكس، من حاجات صغيره بتبدا تبني عليها حاجات كبيره، يعني من تحت لفوق. خلينا نسميها مثلا هتلاقي في الفايل بتاع التاسك وفي الفايل بتاع النوتس هتلاقي من فوق كده جزء اللي هو فون كولكشن. دي لان انا بصراحه يعني اغلب استخدامي للتاسك والنوتس في التليفون مثلا كتير جدا، وانت وفي الموقع وانت في الشغل مثلا بتلاقي عليك تاسكات مختلفه. مثلا في مثلا
شحنة معينة، حاجة لسه ما استلمتهاش، لسه ما جاتش، فيه مشكلة، فانت بتكتبها عندك في النوتس مثلا. تمام. في عندك تاسك المفروض يتعمل لما تروح تبع المشروع، مثلا ان انت خلصت جزء او خلصت بند كبير جدا في المشروع في فترة قصيرة. هي ده ما بتحصلش يعني، بس مثلا دايما وانت وفي الموقع وفي كل مرة بنسبة 90% الاتنين دول بستخدمهم، مثلا وانا في موقع او انا وفي شغل، او وانت في مكان مش متاح ليك ان انت تفتح الجهاز وتشتغل من عليه او تضيف عليه حاجة. دول عبارة عن ايه؟ حاجة منهم اكشن ايتمز اللي هي التاسك، وحاجة منهم نون اكشن ايتمز وهي النوت. مثلا وانت في الشغل بتاعك او انت في الكلية او ايا كان الحاجة اللي انت بتعملها وفي تاسك معين لازم تخلصه، فانت على طول بتبدأ مجرد نوتس، بتكتب اسم التاسك مثلا. مثلا ده يعني التاسك ده اللي انا المفروض هعمله علشان خاطر الفيديو اللي جاي. طيب هتاج بعد كده الفيديو ده اللي هي موبايل ويب سايت، الحاجات دي بتبقى ديفولت، الاربعه دول جايين ديفولت. بس انت مثلا لو عايز تعمل حاجه خاصه بيك انت، مثلا هنخلي مثلا التاسك ده تبع هوم ديزاين كده، في واحده جديده ضافت وهي الهوم ديزاين، ده التاج بتاعنا للنوتس دي. تمام. بعدين ممكن تفتح النوتس نفسها وتبدا تخليها تبع مشروع ما. طب انا هخليها مثلا تبع مشروع الفيديو لان دي فوتج انا هصورها علشان خاطر تبقى موجوده في الفيديو اللي جاي. وبعدين بتبدأ تكتب الكومنتس بتاعك عليها، تشوف هي الفوتج دي عبارة عن ايه، الشوتس هتبقى كده يعني. طيب ليه دي اكشن ايتمز؟ لان دي مثلا انت لما بتضيف فيها تاريخ برضو، مثلا خليها نقول يوم 16 عشان خاطر بس تمبلتس يعني تبقى انت شايف هي بتشتغل ازاي. تمام. ولو في حاجة تانية انا ضفت نوتس مثلا هنا هواتي، فانت مثلا هنا يعني دي مجرد نوتس مش اكتر، انت شوف عايز وهكذا بتفتحها وتشوف عايز توديها تبع انهي مشروع والكلام ده كله. بس بتكون نون اكشن ايتمز يعني مش بتظهر كتاسك، هي بس موجودة كنوتس يعني حاجة انت حفظتها بس مش اكتر. وفي الجزء الاخير من تحت البروموشنز بتاعتي يعني اللينك هتنزل من تحت هتلاقي التمبلتس دي كل حاجة. انت لو مسحت الجزء بتاع دونت ديليت داتي التمبلتس كلها هتبوظ لان هي كلها معتمده على الجزء ده، على بس التاج دي. طيب بشكل عام التمبلت دي شغاله ازاي؟ فيها جزء عباره عن داشبورد، ده الجزء اللي انت بتشوفه قدامك اول ما بتفتح التمبلتس. طبعا انت بعد ما التمبلتس بتشرح ليك، يعني انا عارف ان الموضوع هيبقى يبان ان هو معقد اكتر، لكن فكر فيها في ان هي مثلا ان انت معاك 4 نوتس، وان انت كل واحدة منهم مخصصة لحاجة معينة، بتنسق المشروع بتاعك في حتة، السبرنتس في حتة، خلاص عرفنا معناها، التاسك في حتة، النوتس في حتة. تمام. انت معاك 4، الأربعة دول بعد ما بتعمل عليهم التاسكات بتفلترها على الداشبورد عشان تبقى التاسكات اليومية عندك واضحة. هو ده الداشبورد بتاعنا. فمثلا البروجكت والسبرنتس دي حاجة انت بتخطط ليها او حاجة حصلت زي ما قلنا، فيديو انا بخطط ليه او مشروع جاني انا هعمله فبقسمه تاسكات وبشتغل عليه زي ما شفنا. التاسك والنوتس دي حاجة ان انت يعني بالنسبة لي ان انا ماشي عليها بمبدأ كولكت كلاريفاي كالندر، ان انا ببدأ اجمع التاسكات بتاعتي وانا في الموقع وانا في الشغل وانا بذاكر، ببدأ اجمع التاسكات بتاعتي. بعدين ببدأ اوضح ان انا بضيف نوتس زي ما شفنا بنضيف النوتس ازاي وبضيف المعلومات بتاعتها. وبعدين ببدأ اجدولها يعني ببدأ احطها في ايام معينة، اي تاسكات مش مشكلة يعني التاسكات حاليا يكون المسمى بتاعها ايه. تمام. خلينا نقول ان دول تبع الفيديوهات اللي لسه هتتعمل. طيب انت لما بتيجي مثلا التاسكات دي وتيجي تعمل ليهم كالندر، بتحدد التاسك بتاعك وبعدين بتشوف انت عايز تعمله امتى، يوم 4 يوم 6. احنا خلاص خلصنا الجزء ده، تبدأ تسحب التاسك ده على حسب اليوم اللي انت عايز تعمله فيه. فبيبدأ الموضوع يبقى يعني واضح بالنسبة لي الحاجات انا عايز اعملها فين. وبالنسبة لي بصراحة نوشن احسن برنامج وافضل برنامج بيعرض لي الكلام ده بكل سهولة. انا مش محتاج التاسك ده، حتى مثلا التاسكات لو اتأخرت فيها او حاجة تقدر تنقلها من يوم للتاني. الموضوع الهاي اركي بتاعت النوشن سهلة جدا وبسيطة، بس انت فعلا محتاج تمبلتس عشان تبدأ تشتغل فيها بشكل فعال. وزي ما شفنا دي الطريقة اللي انا بشتغل بيها، ان انا بوزع الحاجات اللي عندي على فترة شهر. بعدين مثلا انا عندي 4 فيديوهات بيتعملوا في الشهر، 5 فيديوهات الشهر ده، 6 الشهر اللي جاي، فمثلا 6 فيديوهات. فبعدين ال6 دول بوزعهم على الاسابيع، وبعدين معايا مشروعين هنا ومشروع هنا وجزء هنا.
ببدا اشوف المشروع ده هيبدا معايا امتى وهيخلص امتى، وبوزع التاسكات بتاعته في الفتره دي وهكذا. برنامج نوشن جاء ان هو يعني اعفاني من الستيكي نوتس اللي كانت مرميه في كل حته، وان انت كان دايما في معلومه محطوطه في النوتس الصغيره هنا ومعلومه محطوطه في النوتس هنا، فعمر النوتس دي ما كانت بتلاقي مكانها المناسب بالنسبه لي. ان انت بتجمع الحاجات في مكانها المناسب فبتتعرض لك بشكل صح عشان تعملها، لان انا بالنسبه لي الحاجه لو ما اتعرضتش قدامي ما بعملهاش، فتخوفا من ان التاسكات تقع مني. فالبرنامج ده بيرتب الموضوع وبيرده بشكل سهل عشان تقدر تنتج فيه بشكل افضل. دي الانتاجيه بالنسبه لي يعني عامه.